النهاردة هوريكوا ازاي تعملوا حشوة جبن خطيرة للسمبوسة. أي حد يدوقها هيتجنن عليها. هقولكوا كمان ازاي تختاروا نوع السمبوسة، أحسن طريقة عشان تحفظوها في الفريزر، وطريقة التحمير وسر القرمشة اللي تفضل لحد وقت الفطار. قبل ما نبدأ، أنا نسمة ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل وصفاتي الجديدة. ويلا بينا نبدأ على طول. عشان نعمل خلطة الجبن هنحتاج جبنة موتزاريلا، جبنة شلل، جبنة حلوم، وجبنة قشقوان أو الكشكفال. هنزود عليهم بقى جبنة كريمي من أي نوع انتوا بتحبوه، أنا بحب دايما اللي بطعم الشيدر. هنقلبهم كويس قوي، ودي أحلى وألذ حشوة للسمبوسة. تقدروا بقى تضيفوا ليها أي إضافات انتوا عايزينها، بس أنا النهاردة هعملها بيزك خالص من غير أي إضافات. تعالوا بقى للسمبوسة، إزاي نختار عجينة سمبوسة حلوة وتدينا نتيجة ممتازة. أول حاجة لازم تكون رقيقة بالشكل ده، تقريبا شفافة، تنفصل عن بعضها بسهولة وتكون مزيتة بالشكل ده. دايما هنخلي السمبوسة ملفوفة بفوطة واحنا بنشتغل بيها، عشان لما بتتساب مكشوفة بتنشف وبتتكسر. هحتاج معلقتين دقيق ومعلقة مية، وهعمل عجينة تقيلة بالشكل ده. هنقفل بيها السمبوسة وهتبقى زي صمغ بيلزق السمبوسة. نيجي بقى لطريقة لف السمبوسة. هناخد الطرف كده ونقفله على شكل مثلث، لفة كمان وهمسكها بالشكل ده. هحط معلقة واحدة من الحشو، ما تكتروش لأن لما بتكتر بتخرج في الزيت ومش بتلحق تسيح كلها في النار، وطعمها ما بيبقاش حلو خالص. بناخد بس مقدار معلقة صغيرة. هقفلها جامد كده وابتدي ألف كويس قوي من كل النواحي. هدهن الطرف كده بخليط الدقيق وادخله جوه المثلث. هنا كررت الطريقة من قريب عشان تقدروا تشوفوها كويس. هخلص بقى باقي الكمية اللي عندي. عشان نحفظ السمبوسة أنا بحب أستخدم العلب اللي بالشكل ده، بقسم فيها كمية كل يوم لوحدها وبطلعها قبل الفطار. هبتدي أرص طبقة الأول، وبعد كده هحط عليها كيس بلاستيك وأرص الطبقة اللي بعدها. هنقفل العلبة كويس قوي، ونكتب عليها بقى نوع الحشو عشان هننساها أكيد في الفريزر. هشيلها في الفريزر وتقدروا تعملوا كمية الشهر كلها أو كمية الأسبوع. للتحمير بقى هنستخدم زيت على حرارة متوسطة. هنزل السمبوسة وبتاخد تقريبا دقيقة على كل جنب عشان تطلع باللون الذهبي الرهيب اللي انتوا شايفينه ده. وأحسن حاجة عشان السمبوسة تفضل مقرمشة وما تطراش مننا إن احنا نصفيها على شبكة. شايفين لونها عامل ازاي ومقرمشة جدا. الحشوة حلوة جدا والسمبوسة مقرمشة خطيرة. جربوها وهتدعولي.
بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.